امي جوزتني، وبعد ما جوزتني عايزه تعمل معايا. طب كنت خليني عندك ياما، ليه بتجوزيني؟ انا امي تعبت علينا وشقت علينا، انا ما بنكرش. انا واختي بابا توفى وسابنا لامي. امي اشتغلت علينا وتعبت علينا، كان بيجي لها عرسان كتير وهي كانت بترفض. قلت لهم انا متجوزه 2، البنتين دول هما جوازي. كفت علينا وشقيت وتعبت واشتغلت رغم انها مش متعلمه. خدت بعضها وطلعت اشتغلت، جابت قرش قليل كتير كانت بتربينا بيه. وبصراحه علمتنا واثرتش معانا في التعليم. قلنا نشتغل معاكي يما ونسيبنا بالتعليم، قالت ابدا، تتعلموا وانا وراكوا مش هسيبكم. امي كل حته كنا نروحها طبعا كنا لازم نقول لها، بحكم ان احنا طبعا ملناش غيرها. رايحين نجيب حاجه نقول لها، رايحين درس نقول لها، على الحوار دوت. وكانت عينيها علينا ما بتسيبناش، وهي اللي بتخطط لنا حياتنا، وهي اللي بتمشينا، وهي اللي بتختار لنا لبسنا. كل حاجه كانت هي بتعملها، كل حاجه. حتى كمان لما خلصنا دراستنا واخترنا نخش كليات، هي اللي اختارت الكليات رغم انها مش متعلمه، بس دماغها كانت مفتحه وفاهمه، فاهمه ايه اللي ينفعنا وايه اللي ما ينفعناش. واحنا كنا بنسمع كلامها وما بنحبش نزعلها بصراحه، لانها تعبانه علينا وشقيانه. حتى لما اكون خارجه تختار لي اللبس اللي انا هلبسه انا واختي، وهتقعدوا قد ايه، وتتاخروا ولا تتاخروش، كل ده كانت بتعمله معانا. لحد ما ربنا كرمنا وخلصنا، وهي اختي جالها عريس وانا جالي عريس. بصراحة جهزتنا احسن جهاز كأن واحدة ابوها موجود معاهم. ما اثرتش معانا لان احنا عندنا بيبصوا لجهاز الواحدة، دي بتبص دي ودي تبص لدي، هو نظامنا كده. فامي قالت ايه، مش عشان ابوكم مش موجود اقصر معاكم، والله لجوزكم واجيب لكم احسن جهاز. وفعلا كان بها، جابت لنا احسن جهاز ودخلتنا احنا الاتنين. طبعا خلاص كده اختي بقى لها حياتها وانا بقى ليا حياتي، وبنشقر على امي طبعا ما بنسيبهاش. امي بسم الله ما شاء الله لسه برضه بصحتها، بتعمل حاجتها بنفسها وكل حاجه. دخلنا بيوت الوزنه، من اول ما دخلنا بيت الوزنه طبعا كل واحده فينا خلاص بقى لها جوزها وحياتها. لا ازاي؟ امي بقى كل يوم الصبح تقوم تتصل بكل واحده فينا، انت قمت من النوم ولا لسه؟ لما تقومي من النوم ابقي اتصلي بيا وقولي لي هتعملي ايه النهارده. تقول لاختي وانا اقوم من النوم، لو ما عملتش كده فيها زعله وقمصه وهي ما بتخونش عليا. اتصل بيها، ايه يا امي انا صحيت من النوم، هتعملي ايه؟ هفطر، هتفطري ايه؟ هقول لها كذا، تقولي لا افطري كذا وكذا، اللي اقول لك عليه تعمليه. اقول لها حاضر يا ام. جوزك فين؟ قلت لها جوزي مشي. طب خلاص قومي شوفي هتعملي ايه وقولي لي بعد ما تفطري اقول لك تعملي ايه. انا واختي على الموال ده كل يوم، كل يوم على الموال ده. المهم اتصل بيها اقول لها انا فطرت. طب قومي يلا خلصتي مواعينك؟ اقول لها اه. هتجيبي اكل ايه النهارده؟ اقول لها كذا، تقولي لا اعملي كذا، انزلي هاتي كذا وكذا. طب اعمل ايه؟ وهي لو انا ما قلتلهاش بتتصل بجوزي، اتغديت قال له ايه غديت غداك النهارده، اكلتك ايه، وتقعوا في الكلام. لو حاجه غير اللي هي قالت عليها يوه مشكله بقى، وايه مشكله. اعمل اللي هي عايزاه، حاضر يا ام. بس جوزي قالت لا اعملي بقول لك عليه، سيبك انت من اللي جوزك قال لك عليه. يا ما هو ده هو الراجل، ماليش دعوه. اقول لها حاضر اعمل. جوزي انت عملت كده ليه؟ اقول له معلش. اقول له ايه امي متداخله؟ بسكت. اقول له معلش حقك عليا، نزلت النهارده بس حاجه مش عجباني جبت لك الحاجه دي النهارده خليها يوم تاني. الراجل بيسكت بيعديها خلاص بقى مش مشكله ما بلاقيش. واختي نفس الحوار. الموضوع بقى اوفر جدا، امي مفيش فايده فيها مش ساكته. المهم كل يوم على الموال دوا. حتى انا ايه يعني مأخره الخلفه شويه انا وجوزي، رحت لها زياره. ايه الخلفه فين؟ قلت لها خلفه يما انا متفقه انا وجوزي نستنى شويه لسه الموضوع قدامنا. قدامك ايه؟ وكلتني وبهدلتني. لازم تخلفي. انا متفقه انا ماليش دعوه، لازم تخلفي انت هو اتفاق وكلام انا اتفاق تاني، كلام انا لازم يمشي. انت بتستعبطي يبص لغيرك يعرف واحده غيرك، انت بتهزري، لازم لازم ايه تخلفي. يا اما انا جوزي مش كده، مفيش حاجه اسمها مش كده، الرجاله كلها كده. يا ماما هو ابويا ما كانش كده، انت لو حد زي ابوكي اسمعي اللي بقول لك عليه. اعمل ايه؟ قلت لها حاضر، قلت لها حاضر وخلاص وسكت طبعا. المهم عدى يومين، ايه ده مش هتروحي للدكتور؟
قلت لها دكتور ايه؟ دكتور يا اختي افتح بالي. حاضر يما، بس هو بس ايه، يقعد كده في يوم يجي معايا. يجي معاكي؟ لا، يجي معاكي انا. هو لازم يجي معايا يا ام؟ لا، انا جاي معاكي انا. قلت لها حاضر اما يبقى هقول لك، هدفع لك انا وبعدين اخد من جوزك. يوم وبعدين بقى، يوم لو سمحتي بعد اذنك، بعد اذنك انا ايه هتصل بيك اقول لك. اختي نفس الحوار، اختي مخنوقه جدا ومتضايقه جدا، لحد ما في يوم اختي خارجه هي وجوزها يتفسحوا. فيها مشكله دي؟ قال لها تعالى خد العيال وغدوهم بره. في حد قابلهم وسلم عليهم وقال لامي ده لسه مقابل بنتك يا وجوزها. قالت لي بنت فيهم؟ بنتك فلانه. وبيقولوا هما خارجين يتغدوا بره. على اللي عملته، على اللي عملت، اتصلت بيا وزعقت معايا انا. طب وانا مالي ياما؟ هي حره، هي جوزها. ايه المشكله؟ جوزها هيغديها بره، ما تقوليش ليه؟ ما تعرفليش ليه؟ المفروض تقول لي اما تخرج وشوف هي لبست ايه ولبست العيال ايه. ياما ياما ريحي نفسك، كل واحده فينا بقى لها حياتها دلوقتي. يعني ايه انا خلاص كده حياتي معاكي خلصت؟ موضوعي معاكي خلص، اروح ادفن نفسي؟ ياما انا ما قلتش كده. على العموم انا هكلمها لك، انا هكلمها انا هشوف اعمل معاها ايه. اتصلت باختي وبهدلتها. اختي معلش يما حقك عليا، جوزي قال لي فجأة واحدة ما لحقتش اقول لك، قالت حاجة اسمها كده، عندك تليفون دقيقتين تقولي لي هقول لك تلبسي ايه وتروحي فين وتعملي ايه. قلت لها يما هو اللي موديني. تقول لها ماليش فيه، ماليش دعوة. واتقمصت منها اسبوعين لحد ما اختي رضتها وقلت لها معلش حقك عليا. الموضوع بقى كبر جدا وبقى فظيع قوي قوي. المهم ان جوزي في يوم طلب برضو حاجة معينة اعملها له. في اليوم ده جوزي مراحش الشغل، فانا من عادتي بكلم امي بكون بغسل مواعين واعمل حاجه بفتح السبيكر وانا شغاله. قلت انت تعملي؟ قلت لها هعمل كذا. لا اعملي كذا. قلت لها يا جوزي طالبها. قالت لي ماليش دعوه اعملي كذا. هو بقى طلع سمع الكلام كله عن طريق السبيكر، سمع كل المحادثه. بعد ما فاتوا في ظهري يقول لي هو ايه الحوار ده؟ هي امك بتخينا اكلنا، بتختار اكلنا وحاجتنا وحياتنا؟ ما اعرفش ارد عليه. قلت له لا هي مش قصدها، هي قصدها بس ان يعني هي بتحبنا زياده وبتخاف علينا. تخاف عليك ايه؟ انت في عزمه راجل، عشان كده بقول لك اعملي كذا بتعملي كده وتقولي اصل بلاقيش مش عارفه ايه وتخترعي لي الف سبب. الكلام ده ما ينفعنيش، دي حياتي، امك ما تدخلش فيها. امك على عيني وراسي، هي زي امي لكن ما تتدخلش فيها. هو انا متدخل في حياتنا؟ قلت له لا بصراحه امك لا، ما هو انا قاعده في مكان وحماتي قاعده في مكان وبروح لها زياره. قال لي الكلام ده ما ينفعش، قولي لامك الكلام ده ما ينفعش. ماشي. سكت، هقول له ايه؟ سكت. فما رضيتش اقول لها حاجه عشان ما تشيلش منه وهي بتتقبس بسرعه وسكت. عدى كام يوم طلب برضو حاجه معينه انا ما عملتهاش برضو عشان هي برضو غصبت عليا وهتقبس مني وانا مش عايزه ازعل امي بصراحه. جوزي 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 عايز، بس جوزي هرضيه. هو عرف برضو ان عملت العكس، فهم طبعا امي قالت، عمل خناقه وعمل هليله وقال لي الكلام ده ما ينفعش. امك كنت ماشيه علينا في بيتنا، بص يا بنت الناس لمي حاجتك وروحي اقعد عند امك. الموضوع ما كبرش للدرجه دي. قال لا كبر للدرجه دي، انا مش عارفه امشي بيتي. ده بقى امك عايزه تمشيكي عندها في بيتها مش عندنا. اتفضلي خدي حاجتك وامشي، اتفضلي مع السلامه، انا مش عايزك تقعدي معايا. روحي لامك، روحي لامك يلا. وصمم ان انا امشي وخدت بعضي ومشيت. امي لقيت داخله بشنطه هدومي. ايه ده؟ قلت لها ايه ده؟ مش ده اللي انت عايزاه؟ انت بتقولي انا عايزاكي تقعدي جنبي. قلت لها هو سمع المحادثه كلها قبل كام يوم وانا برضو عملت اللي انت عايزاه وهو قال لي ما تعمليش. قال لي روحي اقعدي عند امك، خلي امك بقى تمشي الدنيا كلها وحالتها هناك. يعجب كده يما. سكتت ما اتكلمتش. قالت له بكره يجي ياخدك يا اختي، بكره يجي ياخدك. قلت لها هياخدني؟ مش هياخدني، هو مش هياخدني. فعلا قعدنا مده طويله جدا غضبانه عند امي وما بتسالش فيا. جابتها بقى في ايه؟ في ان انا ما خلفتش. انت لو كنت خلفتي ما كانش عمل كده، انت لو كنت خلفتي كانت ماسكه بيك ولا ولا البيت، ما تجيبش نفسها غلطانه. قلت لها يما الغلط مش مني انا، الغلط مني انت تدخلي في حياتي وهو خالف كده. اتدخل في حياتك يعني ايه؟ هو انا اصلا مش جزء منك؟ ده انت بنتي. وما قعدنا مده وفي الاخر ايه المده طولت بينه وبينه. وهو جه بصراحه قعد مع امي واتكلم معاها قال لها بصي يا حماتي حياتي دي خاصه بيا انا. قالت له يعني ايه؟ هي دي مش بنتي؟ قال لها بنتك ما كانت عندك في بيتك، هي عندي في بيتي دلوقتي، ما ينفعش انت تعملي زي حماتي. بقول لك ايه، والله دي بنتي. قال لها بصي لو هنسمعنا على الموضوع ده بلاش.
المهم ان هي ما ادتش عقد نافع ولا ادت اي حاجه خالص، والموضوع ايه، خلاص خد ومشينا. انها تبطل ابدا، مفيش. الطريق بقى ايه؟ اعمل واخبي عليها، ما اقولهاش. معلش لو سالتك اقول لها كذا، يقول لي ليه اخبي، ليه اخبي، ده بيتي. اقول له معلش حقك عليا، دي امي برضو عايزه ارضيها. هو بقى يعمل كده يا عيني عشاني. تمادى الموضوع قوي، وموضوع الخلفه دخلت فيه، وجت كلمته فيه، صدها في الكلام. قال لها بقول لك ايه يا حماتي، انا مش عايز عيال دلوقتي. يبقى انت ما بتحبش بنتي، يبقى انت بتكره بنتي. قال لها ما بكرهش بنتك، لسه ببدا حياتي وقلت اكون نفسي وكده اجيب عيال، ده شيء يخصني انا ومراتي. لا، انت اكيد في حاجه تانية في دماغك، انت اكيد في نيه تانية في دماغك. في دماغي ايه يا ستي؟ بنتك اهي وعارفه كل خطواتي وعارفه كل حاجه عني. انا بتقي لا بنتك. فانتي بلاش الموضوع دوه. اختي بقى التانية حصل لها نفس المشكله برضو وغضبت. بس التانية جوزها مش عايز يرجعها. مش عايز يرجعها، مصمم يطلقها، ان الموضوع افور هناك معاها وحصل مشاكل كتيره واهله اتدخلوا في الموضوع وايه، وعايز يطلقها. امي برضو طلع نفسها غلطانه. قلت لها يا ماما بيتها هيتخرب. تقول لي يتخرب ليه؟ ان شاء الله مش هيتخرب، ما انا مربياك وهو من غير راجل. ياما ما تدخليش في حياتها. تقول لي قصدك يعني عشان ما تدخلش في حياتك انت كمان؟ انا مش عارفه اقول لها ايه، ومش عارفه اعمل معاها ايه. المهم مشكله اختي اتطورت قوي، وانا دخلت انا وجوزي بصراحه وكلمنا جوزها ومعلش واعمل زي ما احنا بنعمل. هو رخد دماغه ايه جزمه. انا ده بيتي، اخبي ليه؟ ده انا حر في بيتي، انا حر في حياتي. اقنعناه يعمل ايه زي ما احنا بنعمل. خلي الدنيا تمشي، منها ما تخسرش امها ومنها برضه تخش جوزها وبيتها. الراجل اقتنع بس بايه؟ بطلوع الروح. بقينا نعمل كده، نخبي عليها، لحد ما في يوم انا خارجه انا وجوزي نشتري حاجات من بره، عشان كان داخل علينا مواسم لازم نملى ثلاجتنا وحاجات. هي عارفه المواسم بتخش، هي بتختار الحاجه اللي احنا ايه نعملها نشيلها. فانا قلت له بقول لك ايه، هنعمل كده، وهي قالت لي كذا وكذا وكذا. بقول لها ماشي، قالت لي خلاص ماشي. انا نازله وقابلها في وشي في السوق. على اللي عملته بقى، على اللي عملته انا في جوزي. انت ازاي تخرجي من غير ما تقولي لي؟ انت ازاي تخرج من غير ما تقول لي؟ الله، هو انت هتحاسبينا؟ كل ده خرج طبعا، جوزي خرج على شعوره. انت هتحاسبينا؟ انت حاسبيها ببيتك، دي ببيتي انا. لو مش بصي انا همشي بيتي على مزاجي، اخد مراتي اخرج بيها، اخد مراتي اشتري حاجات تخزين. انت ما تجيش تحشري في الموضوع من اساسه. لا ازاي بقى؟ عملت بقى فيها ايه؟ وروحت البيت وضغطها عالي ووقع في الارض وانا عرفت وجرينا وديناها المستشفى وما حجزت في المستشفى. وكانت هتروح مننا بسبب ان هي ما اتدخلتش ان انا اجيب خزين البيت، وهو قال لها الكلمتين دول. وازاي يقول لها الكلام دوت؟ انا بنتها ومن حقها تعرف عني كل حاجه. هي بقى داخله في دماغها كده، وتعبت ودخلت الرعايه، وقعدت مده في الرعايه تعبانه، وانا خلاص هتجنن، انا السبب في ان امي تعبانه. هو بقى يضرب كف على كف. هو شايف انه مش شايل ذنبها، هو عايز يمشي بيته. انا شايفه من حقه. ودي امي برضو، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا في مشكله وما بيبقاش حد غيرها، وهي ملناش حد غيرنا. الموضوع اتطور وتعبت قوي، وقعدت مده طويله جدا في الرعايه. وبعدين الحمد لله ربنا نفخ خسارتها وطلعت ودخلت ايه غرفه، والحمد لله بقت كويسه ايه، والدنيا اتظبطت. انا طبعا انا بدل عليها انا واختي، اختي يوم وانا يوم. وهي راقده برضو عيانه مش ساكته، عايزه تعرف كل حاجه في كل حاجه. ياما انت تعبانه، خليكي زي ما انت. انا تعبانه ريحوني بس قولي لي انتوا لما روحت امبارح عملتي ايه. احكي لها بالتفصيل. واختي نفس الحوار. مش عايزه اتبطل كده، بيوتنا هتتخرب كده، الحياه مش تبقى حياه. انا مش عارفه اعمل ايه. امي لو انا وقفت قصادها هتتعب، ممكن تروح مني. وجوزي لو انا ما سمعتش كلامه، انا واختي هنتطلق ونقعد جنبها.
امي اتكلمت معاها كتير وكلمت معاها بالراحه، بس انا قلت ايه، هعدي موضوع مرضها ده واشوف حل الموضوع. اتفقت انا وجوزي، قلت له ان انت هتقول ان انت هتطلقني خلاص، يمكن تخاف، رغم ان اختي قبل كده ما كانتش فارق معاها، قلنا بس هي كانت عارفه ومتاكده ان هو جوزها هيرجعها، اللي انا مش هسكت لما ارجع اختي. قال لي خلاص ماشي، قلت له بس نخرج من المستشفى الاول ونقعد شويه نشوف الحوار هيحصل ايه ونعمل الموضوع ده. قال لي خلاص ماشي، قلت له جايز ربنا ايه يهدي الموضوع وتسيبنا نعمل اللي احنا عايزينه. هعمل ايه؟ انا اعمل ايه غير كده؟ المهم وفعلا عملنا كده، وروحت واختي قعدت معاها يومين، وانا جيت لها معيطه بقى وايه، جوزي هيطلقني، جوزي مش عايزني معاه. قالت لي ليه؟ قلت لها عشان خاطر هو بيقول امك بقى كويسه اهي، ما دخلش في حياتنا عشان ما يحصلش اللي حصل تاني. يعني ايه هو جايبني سيم؟ هو جايبني سيم عشان يطلقك؟ انا من حقي اعرف عنك كل حاجه. قلت لها يا اما مش من حقك، ده بيته، انت بتقفي مع جوزك ضدي؟ قلت لها ولو وقفت لو وقفتش، لو ضده كنت قعدت معاه الوقت وسمعت كلامه. انا جيت لك بشنطه هدومي اهو، هتطلق واقعد جنبك. احنا كنا متفقين مع جوز اختي عشان هي هتكلمه يكلم جوزي. المهم اتصل بقى، لا يا حاجه هو مصمم وانا مش عارفه اعمل معاه ايه. قالت له يعني ايه؟ لا يعني هو عايز يطلق بنتك، عايز يطلق بنتك بسبب ان انت بتدخلي معاه في كل حاجه في حياتها. انت يا حاجه خليكي في حياتك يا حاجه، اقول لك ايه، انت كمان جاي عليا، انت كمان جاي عليا، دول بناتي، دول تعبي، دول شقايه، ده انا كفيت عليهم. قال لها كفيت عليهم بس انت خلاص سطرتيهم وجوزتيهم جوازات الحمد لله كويسه، سيبوهم يعيشوا. المهم الموضوع اتطور قوي، وهي خايفه على نفسها قوي قوي قوي، وتعبت تاني ودخلت الرعايه. وللاسف تعبت قوي، والدكاتره قالوا ايام كل شيء هينتهي. طب انا كده انا مش عارفه، هو انا كده انا السبب في اللي حصل لامي انا واختي ولا ايه؟ امي هتروح مننا ومش عارفه اعمل ايه. طب هي دلوقتي لو ماتت انا شايله ذنبها انا واختي؟ انا مش عارفه اعمل ايه. دي امي مهما كان وتعبت علينا وشقت علينا، ابيع حياتي وجوزي والدنيا كلها واروح معاها لان جوزي مش قابل اللي يتدخل في حياتنا؟ ولو فضل كده كده الموضوع كده كده هيوصل للطلاق، فخليه طلاق بطلاق، خليه فعلا بجد بدل تمثيليه بينه وبينه. اعمل ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه بجد. دي امي وتعبت علينا وشقت علينا ورفضت الجواز، لو ماتت هشيل ذنبها. وده جوزي انسان كويس ومحترم وكل حاجه ومش عايز اتدخل في حياته. اخسر مين فيهم؟ اخسر امي ولا اخسر جوزي؟ انا مش عارفه اعمل ايه، بجد مش عارفه اعمل ايه. اعمل ايه امي وجوزي واختي نفس الحوار. امي مش عايزه تبطل الحوار دوا. طب دلوقتي لو ماتت هشيل ذنبها صح، ولو خفت برضو هيبقى في مشاكل والمدير هتمشي، يختار جوزي يختارها. انا بجد مش عارفه يا ترى انا كده اعمل ايه؟ دلوني يا جماعه، انا اعمل ايه بجد انا واختي؟ اعمل ايه؟ ودي قصتي. انا بصراحه مش عارفه اقولك تعملي ايه، والله ما عارفه. امك ما ينفعش تخسريها، وبيتك ما ينفعش تخسريه. مش عارفه بجد. وهل لو امك توفت تشيل ذنبها؟ انا شايفه دي اعمار بتاعت ربنا، مفيش حد بيشيل ذنب حد عشان هو مات، الا اذا عمل فيه جريمه موته وعمل حاجه. بس انا مش عارفه يعني، انا مش عارفه والله ما عارفه ارد عليك، انا مش عارفه ارد عليكي بجد، مش عارفه اقول لك ايه، اقول لك تعملي ايه، انا مش عارفه. فجايز ربنا يسهل وفي ده حد يعني شوفوا اكبر مشاهده والناس تعرف ترد عليكي، لان انا نفسي مش عارفه ارد عليكي، ولا اقول لك اخسري امك، ولا اقدر اقول لك اخسري بيتك.
بجد بجد انا مش عارفه، واتمنى الرد يجيلك وتشوفيه، والرد اللي يناسبك يا بنت الناس اعملي بيه بس.